صابر. اللي عملته فيهم مش هيعدي بالسهل. الحرب اللي بدأت دي ما حدش هيقدر يوقفها. مسلسل المداح كله قائم على فكرة الحرب بين الإنسان والجان أو السحرة أو الناس المؤذيين زي ما انتم شايفين. والفكرة زي ما بيقولوا إن الحرب بدأت وهي فعلا الحرب لم تنتهي. وإحنا هنتابع الحلقة الرابعة اللي اتعرضت بالفعل على موقع شاهد. صبر المداح قصته مش هتنتهي مع هؤلاء الناس أهل الشر أو الشياطين أو المرضى، بعد ما وصل بهم الحال إن هم خلوا أخته تقتل بنتها. وزي ما بيقولوا كده كانت جريمة بشعة جدا، انتهت الجريمة بها إلى السجن، وهي حاطة في دماغها إن هي بتحميها زي ما فهموها أهل الشر أو المرضى. وزي ما انتم شايفين درغام اللي كان بينه وبين صابر عداء، وبيحاول يوصل له ان انت يا صابر بتستخدم حاجات دلوقتي كلها كفر، بيشككوا في دينه، بيشككوا في مبادئه. ده اللي بيسعوا اليه، وخصوصا بعد سميح اللي هو راس الفساد او الشيطان الاكبر فتحي عبد الوهاب، ما قدر ان هو يستولى على عقول كل المحيطين بصابر وخلاهم من اتباعه ويؤمنوا بيه، في الوقت اللي صابر بيدور على اي حاجة تخليه يهزمهم او يسيطر عليهم او ربنا ينصره عليهم. فاهتدى الى كتاب من كتب السحرة مع الراجل اللي كان سبب في موته درغام، وجاب الكتاب سولت له نفسه ان هو يحضر او يخضع المارد درغام، على اساس مش عارفين ايه اللي هيحصل في الوقت اللي حصل ده. فطبعا زي ما انتم شايفين هذا ابليس الكبير او الشيطان الاكبر او الجن الكبير بتاعهم بدأ يشعر بالغضب في الوقت اللي جاله درغام وقال له اللي انت بتعمله ده يا صابر كفر. فهو عايز يفهمه، وتنتهي الحلقة على ذلك ان انت طبعا لو عايز تخليني اخضع فانت بتعمل حاجة من حاجات الكفر. هل ده فعلا هيحصل ولا لا؟ هنشوف.